السلام عليكم. ان شاء الله هنبدأ مع بعض دورة جديدة في تعليم كاميرات المراقبة للمبتدئين. هنبدأها من اول حاجة، من آه ازاي اقرا الموديل بتاع الكاميرا واعرف مواصفاتها من اسم الموديل بتاعها، لحد ما نوصل ان احنا نشغل الكاميرا، نشغل السيستم، ونوصل كاميراتنا، ونشغل الكاميرات ونشغلها على الموبايل. كل التفاصيل وكل حاجة ان شاء الله تبقى موجودة في السلسلة دي. اول حاجة هنبدأ بيها نقرا موديل الدي في ار او الام في ار او الكاميرا بتاعتنا معانا النهارده. طبعا احنا بنتكلم على براند هيك فيجن، ده اللي هنشتغل عليه طول الدوره او طول مجموعه الحلقات. يعني اول حاجه عندنا ام في ار اي تي اس 7716 ان اكس ار. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعال اول حاجه السيريال او الموديل بتاع الجهاز متقسم ل ست ل 10 مقاطع. تمام، تعالوا نشوف كل مقطع معانا بيقول ايه. اول حاجه مقطع رقم واحد اللي هو اي دي اس. لو الجهاز بتاعك اوله دي اس يبقى برودكت من هيك فيجن، يعني منتج من هيك فيجن، مش محتاجه تفاصيل كتير. طيب طب لو اي دي اس هيك فيجن انتليجنت برودكت، يعني اجهزه ذكيه، اللي هي يعني بيشغل على اجهزه ذكيه اللي هي دلوقتي عشان الكاميرات اللي هي زي كاميرات ال بي ار وكاميرات الفيس ريكوجنايزيشن، الحاجات دي. بعد كده عندنا المقطع رقم اتنين اللي هو 77. 77 ده اللي هو الفئة بتاعت الام في ار. ماشي، احنا عندنا 3 فئات. تمام، اللي هي الفئة الفاليو سيريس اللي هي اقل حاجة، الفئة العادية اللي ما فيهاش اي حاجة، اللي هو بتوصل عليه كاميرا وبتشغلها، بتسجل وبتعرض موشن ديتكشن، اللي هي الحاجات البسيطة اللي هي الفاليو سيريس، بتبقى اللي هي 71. تمام، وعندنا الفئة التانية اللي هي 76 و77 البرو سيريس، بيبقى فيها اوبشنز اعلى شويه في التسجيل. تمام، بتقدر تتحكم في التسجيل، بتبقى فيها ايفنت اكتر شويه، بيبقى فيها مواصفات اعلى شويه من الفاليو سيريس. عندنا بقى اللي هو 86 و96 و97 الترا، دي اعلى فئه. تمام، الترا ديب مايند سيريس، دي اللي هي الاجهزه اللي شغاله دلوقتي بنقول عليها بالذكاء الاصطناعي. تمام، ديب مايند يعني التعلم العميق، هي بتاخد حاجات من الكاميرا، بتعرفها، بتحفظ حاجات كده، اللي هو آه، الجهاز بيتعلم من الحاجات اللي قدام الكاميرا، يعني بيحفظ طريقة الحركة. لو شخص اتحرك بطريقة معينة بيقدر يسجله ويقدر يرجع له تاني. لو في عندك مثلا بيبقى حاجة اسمها في اوبشن، انت مثلا لو في تقدر تشغل عليه، تعمل عليه خرائط حرارية، تقدر تعمل عليه تركب عليه كاميرات بي او اس، اللي هي كاميرات نقاط الفيا، الحاجات دي. تمام، دي اللي هي تاني مقطع. يعني احنا كده دلوقتي عندنا انتليجنت برودكت، جهاز اي دي اس من هيك فيجن، جهاز ذكي من الفئة البرو. تمام، بعد كده المقطع رقم 3 اللي هو 16. 16 ده رقم 3، ده اللي هو عدد الكاميرات بتاعت عدد الشانلز بتاعت الانفو، يعني بيشيل كام كاميرا. يعني احنا عندنا هنا 16، احنا عندنا 4 8 16. تمام، 32 64. تمام، 128 بس مفيش اجهزه 128، بتبقى سيرفرات، بيبقى موضوع مختلف. فالجهاز اللي عندنا دلوقتي ده 16 شانل. تمام، بعد كده نيجي للمقطع الرابع. الرابع ده، الرابع والخامس اللي هو الان اكس اي، دول مقطعين، الان اكس حاجه والاي حاجه تانية. تمام، خلينا نشوف الان اكس اي ده بيقول ايه. طيب الان اللي هو ان في ار عادي جدا. تمام، الان اكس بيبقى اللي هو ان في ار ويز ديب ليرنينج تكنولوجي، يعني ان في ار زي ما بنقول اي اي، فيه خاصيه التعلم العميق. تمام، بعد كده رقم 7، رقم 5 اللي هو اي ده اللي هو ستاندز فور انترناشونال، يعني ده منتج عالمي. نفس المواصفه دي مش نازل لبلد معينه، هو نازل الموديل اللي عندك زي الموديل اللي موجود في السعوديه مثلا، زي اللي موجود في ايطاليا، هو نفس الموديل.
ده الموديل اللي هو جلوبال بتاع بينزل في العالم كله. تمام. في عندنا بعد كده المقطع اللي هو رقم 6 اللي هو اي 4. اي 4 ده اللي هو حاجه اسمها هاردوير بلاتفورم. تمام. بعد كده عندنا المقطع رقم، احنا قلنا 6 اللي هو اي 4. لا معلش، هو ده مقطعين انا نسيت، اللي هو الاي ده اللي هو بلاتفورم، هاردوير بلاتفورم. تمام. بعد كده عندنا مقطع رقم 7 اللي هو رقم 4. رقم 4 اللي جنب الاي ده، رقم 4 ده معناه ايه؟ ماشي. نمبر اوف هارد ديسك، يعني الجهاز ده بيشيل كام هارد؟ 1 2 4 8 16 24. تمام. ده المقطع رقم 4. يعني احنا دلوقتي عندنا جهاز اي دي اس، تمام، جهاز ذكي ماشي من الفئة البرو، 16 تشانل ان اكس يعني ام في ار وذ ديب مايند. تمام. الاي ده جلوبال يعني منتج عالمي، بتوزع في كل يعني موجود في كل الدول بنفس المواصفة. تمام. عندنا المقطع رقم 6 اللي هو اي اللي هو بلاتفورم ستاندرد. الفور ده اللي هو رقم الهاردات اللي بيشيلها الجهاز. يعني احنا عندنا جهاز بيشيل 4 كاميرات. عندنا المقطع رقم اللي بعده اللي هو رقم 8 اللي هو 16 بي ده. تمام. بيبقى فيه اكتر من حاجه. لو عندك 16 بي يعني عدد الكاميرات بيقدر يشغل كام كاميرا بي او، يعني في بيلت ان سويتش ماشي. من ورا بيبقى السويتش فيه من ورا، الان في ار فيه من ورا سويتش فيه 16، ممكن يبقى 4، ممكن يبقى 8. تمام. ده لو 16 بي. تمام. عندنا بعد كده ويز دي كود بورد. تمام. لو في حرف اتش مع البي. الام ميتال كيس يعني جسم جسم الام في ار من المعدن ماشي. لو في حرف دبليو في المقطع ده يعني 16 بي دبليو يعني الجهاز ده بيشغل واي فاي. لو 4 جي لو يبقى الجهاز ده فيه مديول يقدر تركب عليه شريحه تشغله 4 جي او فلاشه تشغله 4 جي. تمام كده ماشي. بعد كده عندنا المقطع رقم 9 ده فيه اكتر من حاجه. تمام. مقطع رقم 9 اللي هو الاس 16 اس اسف. تمام. نمبر اوف تشانل، معلش، نمبر اوف تشانل فولس الارم فلتر. يعني ده فيه انبوت 14 16 الارم، يعني اقدر اوصل عليه 16 الارم. ممكن يبقى عندك 4 و8 و16. تمام. او او اكتر على حسب الجهاز عندك. يعني ممكن اشغل عليه 4 الارم موشن ديتكشن او بي اي ار. تمام. على حسب الالارم لو انت محتاجه. تمام. في عندنا اخر حاجه حرف البي ده سكند هاردوير فيرجن، يعني دي النسخه الثانيه من الجهاز. تمام. يعني دي النسخه الاحدث او الاعلى من الجهاز. النسخه الاولى بتبقى عاده النسخه المتجربه لسه اللي بيبقى عليها تجارب، مش نسخه ثابته. تمام. من الهاردوير. النسخه الثانيه دي اللي هي خلاص دي النسخه النهائيه من الجهاز. وبيكون بيكون جهاز مضمون، مش هيحصل معاك فيه مشاكل. ودي تقريبا كده كل ازاي تقرا الان في ار. فاحنا قرينا مع بعض كل الحاجات. تمام. كده نقدر نقرا التفاصيل بتاعه الام في ار، الموديل بتاعه، تفاصيله، بيشيل كام هارد، هو ديب مايند او لا، في كام الارم، في كام بورت بي او اي. تمام. في كام كاميرا، فيه في 4 جي او لا، بيدعم الواي فاي او لا. تمام. وان شاء الله استنونا في حلقة تانية. ان شاء الله استنونا في حلقة تانية. هنعمل ايه بقى انا مش فاكر، بس استنونا الفيديو الجاي. هنبدأ مع بعض برضو نقرا الكاميرا بتاعتنا، نشوف التفاصيل بتاعتها بتتقري ازاي. وان شاء الله هنتابع مع بعض كده فيديو لحد ما نوصل
ان انت تبقى بروفيشنال وانت في كاميرات المراقبة. انا مش عارف الفيديو هو ملخبط شوية، بس استحملوني عشان ده اول فيديو اعمله طويل كده، فان شاء الله الفيديوهات الجاية تكون احسن.